عايزه اعرف رايكم بقى في التورته اللي انا عملتها دي. عملتها النور طبعا. طبعا كل اللي عارفني او اللي ما يعرفنيش، انا نور كانت في الثانويه العامه السنه دي، وان شاء الله الحمد لله نجحت. وطبعا كنت المفروض ان احنا نعمل لها حفله بنجاحها، بس اتاخرت شويه. فعملناها يوم السبت اللي فات. كان في ظروف واتاخرنا ان احنا نعمل الحفله. آه، فطبعا قررت انا بقى ان انا اعمل لها، ما اشتريش من بره. قالت لي لا يا ماما، عايزاكي تعملي تورته من اللي انت بتعمليها الحلوه دي. فانا عملت معاكم هعمل معاكم بقى التزيين، وهقول لكم انا عملت الكيكه بمقدار قد ايه. انا هنا حطيت كوبايتين من الكريم شانتيه، الكريمه اللي هي اول مره اجيبها سوبر ستار دي. وحطيت نص كوبايه من السكر، وحطيت ربع كوبايه من حليب البودر، وربع كوبايه من الكريم باستري، وكوبايتين ميه متلجه. انا هنا بقى بعد ما عملت كريم شانتيه سبته بقى في التلاجة كده شويه، وبعد كده بقطع بقى الكيكه بتاعتي. انا حاطه هنا في القالب 30 في 40. عملت كيلو من الاسبونج. عملت نص شوكولاته ونص فانيليا. خدت نص آه، الكيك بعد ما عملته الاسبونج، وحطيت بقى في النص التاني عملت كله فانيليا، وخدت النص التاني حطيت عليه معلقه كاكاو اسباني خام، وضربتها ضربه كده في العجان. وبعد كده حطيتها في نص الصينيه اللي هي اللي انا كنت عامله فيها 30 في 40. طلعتها بقى زي ما انتم شايفين. طبعا هتشوفوها دلوقتي تتقطع معايا، لان هنا ما استعجلت عليه. كنت عاملاها يوم الجمعه بالليل متاخر. فطبعا المفروض الحفله كانت تبقى يوم السبت الصبح. يوم السبت، وكنا رايحين في مكان تاني مش هنعمله في البيت. فطبعا استعجلت عليها. المفروض ان انا بسيبها يوم كامل واشتغل بيها تاني يوم علشان تبرد كويس. انا اشتغلت فيها كانت دافيه. طلعتها قدام المروحه بس ما كانتش بردت يعني كويس. طبعا وانا بقطعها انا شلت هنا بقى الوش اللي هو الطري ده، وبعد كده قلبتها، وبشيل الوش الرقيق ده برضو اللي في القاع ده. وبعد كده بشيل بقى انضف حواليا كده على الرخامه، وابتدي اقطع الكيكه بتاعتي على 3 طبقات. عملت المنشار على رقم 8، وبدات ان انا اخد اول طبقه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فانا بحط ايدي عليها لان هي طريه جدا مش مستحمله. تمام. دي بقى الطبقه الاولانيه اللي انا شلتها، وحاولت ان انا بقى اقطع الطبقه التانية بالمنشار. ما عرفتش اقطعها. فجبت المنشار بتاعي اللي هو زي السكينه كده مشنشر، وقطعتها وحطيتها على اللي هو القطاعات اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، كل طبقه على قطاعه. فجيت احطها. لا مش عارفه برضو زي ما انتوا شايفين كده. اتقطعت معايا بس مفيش اي مشكله خالص. حتى لو اتقطعت معاكي هتبقى حلوه، ومش هتقولي بقى باظت ولا اي حاجه. مفيش اي مشكله. لزقتها جنب بعض كده. وطبعا انا حطيت قطعه من الكريمه على القالب بتاع البورد بتاعي. تمام. اللي انا حطيت عليه القاعده مقاس 30 في 40 علشان تمسك التورته بتاعتي ما تزحلقش من عليها. وبدات ان انا بقى ايه، اخد نص من الكريمه احط على الفانيليا. خدت نص الكريمه اللي انا عملتها، حطيت عليها معلقه كاكاو، وكان عندي جيلي وشوكولاته. ورحت ايه مقلباهم كويس جدا، وبقيت ان انا ايه احشي بيها النص اللي هو الشوكولاته. عملت طبعا الكريمه، وكنت جايبه تومج كده اول مره برضو اجيبه سوبر ستار. فاللي هو حشوة المانجا. بس طلع حلو قوي وطلعت جميلة بجد وطعمها كان تحفة. بدأت أنا أعمل سور كده من الكريمة علشان أحط حواليها في النص كده قطع المانجا، والناحية التانية الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت جيلي الشوكولاتة. بدأت ان انا حطيت بقى الطبقة التانية، وبرضه احط كل طبقة الكريمة. هنا عندي اللي هي بالجانش الشوكولاتة بالجيلي الشوكولاتة، حطيت ان هو جيلي برضه تاني بره كده. حطيت شوية حلوين كده عشان يبقى طعمها حلو. وعملت الفانيليا، حطيت برضه سور كده من الكريمة بعد ما جلستها كده من فوق. عملت لها حشوة حلوة يعني شوية كريمة مظبوطين كده وحلوين. وبعد كده حطيت قطع المانجا اللي هي التوبنج المانجا، ودي الطبقة الأخرانية حطيتها. وبدأت إن أنا بقى أجلس فيها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. أول طبقة بتبقى الفتافيت دي، بتاخد الفتافيت معاكي علشان طبعا تعرفي تجلسي. وبدأت إن أنا أقدر أجلس. كان جو حر جدا ومشغلة المروحة، وبرده كانت الكريمة بتسيح مني. فالحمد لله إن أنا قدرت أعملها في الجو اللي احنا فيه ده. والنور قطع كذا مرة، هتلاقوا مقطع كده اتحذف مني. أنا كنت ده الطبارات دي كنت عاملاها
وزينتها بالشكل ده. عملت طبعا، حطيت الورق الذهبي ده كده، في نطرته كده في وسط حوالين كده التورته في النص، وكتبت اسم نور، وكتبت اسم كانجراتوليشن اللي هي مبروك. والقبعه ديت برضو كانت كنت طابعاها، وكتبت بالعجينة السكر اللي هي الاسم، واسم نور. وكان معاها ابن عمتها كان برضو ناجح في الثانوية العامة، فقلت اعمل لفتة كده حلوة وكتبت اسمه معاها في التورتة. يا رب تكون عجبتكم واتمنى كده تكون عجبتكم، واشوف كده واعرف رأيكم وعايزة لايك منكم.